ويا مساء الخيرات والسعادة والعناية والدلع. بنات بسوي معاكم تبريمة تصفي جسمك، تبيض، توحد لونه، تصبغات، آثار الشمس، عندك حروق قديمة، عندك كلف، يعني حتى للوجه، يعني تحطين لجسمك كامل من راسك لرجولك. تمام؟ تحسين الفرق من أول مرة. بقول لكم أول شيء المقادير، والمقادير جدا بسيطة ومتوفرة في كل بيت. أول حاجة عندنا بنات الصابون المغربي ملعقة، كذلك عندنا ملعقة حنة وملعقة نشا وملعقة نسكافة وملعقة بنات سدر وليمون، الليمون الطبيعي طبعا معصور. كذلك يا بنات كاسة موية. بحط لك المقادير بعدين، بس أول شيء يا بنات بوريكم الطريقة. عندك يا بنات، عندك قدر ما تبغينه او تخلين خلطاتك. انا اوريدي مخليه صراحه قدر للخلطات والماسكات حقتي عشان الريحه وزي كذا. تمام؟ اول شيء بحط كاسه مويه يا بنات، المويه عادي فاتره. تمام؟ كذلك بضيف عليها نسكافيه، وبعد بحط النشا. طبعا هذه المكونات بحركها يا بنات تماما، وبحطها على النار لين تثقل وبرجع لكم. طبعا يا بنات شوفوا، بعد ما طبختها على النار وزي ما انتم شايفين شو دخان كيف حارة طبعا، بأضيف عليها دحين جميع مكونات الحنة. طبعا الكمية دي يا بنات حقت مرة واحدة أو مرتين أتوقع. يعني أنا صراحة تبريمة الطريقة المغربية الأصلية، تمام، بدون إضافات، أي إضافات. شوفوا صابون المغربي. طبعا الصابون المغربي لازم يكون يا بنات على موية حارة عشان يتحرك معاكم. شوفوا بحركها دحين تمام وارجع لكم. بنات شوفوا كيف شكلها بعد ما خلطتها تماما. طبعا شوفوا حارة دحين حارة، انا اوريدي بخليها تقعد كذا تريحينها 10 دقائق، نص ساعة لين ما تبرد تماما. وبعدين تفردينها على جسمك. شوفوا كيف شكلها، تفردينها على جسمك فانتوا في الحمام وانتوا بكرامة. ربع ساعة، نص ساعة، أهم شيء مو أقل من ربع ساعة يا بنات. بعدها يا بنات ادعكي عادي باللفة المغربية وشوفي بس. ضروري بعدها الترطيب، ضروري. بحط لكم مكوناتها في السنابة الجاية. بنات شوفوا كيف شكلها بعد ما خلطتها تماما. طبعا شوفوا حارة دحين حارة، أنا اوريدي بخليها تقعد كذا تريحينها 10 دقائق، نص ساعة لين ما تبرد تماما. وبعدين تفردينها على جسمك. شوفوا كيف شكلها، تفردينها على جسمك فانتوا في الحمام وانتوا بكرامة. ربع ساعة، نص ساعة، أهم شيء مو أقل من ربع ساعة يا بنات. بعدها يا بنات ادعكي عادي باللفة المغربية وشوفي بس. ضروري بعدها الترطيب، ضروري. بحط لكم مكوناتها في السنابة الجاية.